إذا رايد تروح للعمرة راح أشوفك أهم الأماكن اللي راح تزورها. أول ما تنطلق الرحلة تكون للمدينة المنورة لمسجد الرسول الأعظم وقبر خاتم الأنبياء محمد، وثاني يوم تكون زيارة الأماكن التاريخية مثل جبل أحد وجبل الرماة ومسجد قباء ومسجد القبلتين والعديد من الأماكن المهمة. وإذا حصلت حجز للروضة الشريفة راح يحددون وقت الزيارة والأعداد أبد مو قليلة، وأيضا زيارة مقبرة البقيع الأغر والزيارة فقط للرجال، وأوقات الزيارة بعد صلاة الفجر ساعتين وبعد صلاة العصر ساعة واحدة. وتنطلق مراسيم العمرة من الميقات أو البعض يسمونه بيار علي. بعد ما تكمل الغسل والتلبية والصلاة تتوكل لمكة المكرمة، والمسافة 6 ساعات بالمنشأة. أول ما توصل راح تنبهر وتسجد سجدة الشكر للوصول لهذه البقعة المباركة، وخاصة إذا المرة الأولى شيء من الخيال، عظمة وروحانية مختلفة على جميع الأماكن. وبعد ما تكمل الطواف والسعي بين الصفا والمروة وتقص جزء بسيط من الشعر، وبهالحالة أحللت الإحرام ويبقى طواف النساء. وأما مدينة مكة المكرمة توجد مدن جدا جميلة، العزيزية والعوالي، وتتواجد بها مجمعات ومطاعم وأماكن ترفيهية للعوائل، متوفرة باصات نقل مجانية للحرم من جميع المدن. واللي ناوي يروح توكل، ولو فترة شهر رجب وشعبان زخم قوي لكن أيام عظيمة، وروحة العمرة أجمل أيام العمر.